أعلنت اللجنة المنظمة للمباريات الودية للمنتخب الوطني المغربي عن بدء مرحلة التنفيذ اللوجستي لبرنامج الأسود الإعدادي لشهر مارس المقبل، حيث انطلقت رسميا مساء يوم الجمعة عملية بيع تذاكر المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها بالعاصمة الإسبانية مدريد. وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة، فقد تم تحديد أسعار التذاكر لتتراوح ما بين 40 و 100 يورو، وذلك لضمان حضور جماهير غفير من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وأوروبا. وأكدت اللجنة أن عملية الاقتناء ستكون حصرية عبر المنصة الإلكترونية fanzone.pro لضمان انسيابية العملية وتفادي السوق السوداء. وستحتضن أرضية ملعب طيران الرياض متروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد هذه المواجهة يوم الجمعة 27 مارس 2026، حيث ستعطى انطلاقة المباراة في تمام الساعة 9:15 ليلا. وفي السياق ذاته أشار البلاغ إلى أن رحلة المنتخب المغربي لن تتوقف عند محطة مدريد، بل ستنتقل البعثة إلى الديار الفرنسية لمواجهة منتخب الباراغواي يوم الثلاثاء 31 مارس 2026. ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة الثانية على أرضية ملعب بولار ديليس بمدينة لانس الفرنسية في تمام الساعة 8 مساء. وبخصوص تذاكر هذا اللقاء، طمأنت اللجنة المنظمة الجماهير المغربية بفرنسا بأنها ستكشف عن كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بعملية البيع يوم الاثنين المقبل.